دي مسألة في النموذج الاسترشادي رقم 1 على الأعداد المركبة. طيب، أول شيء المسألة فيها ت، يعني فيها اي، فهنضغط على الشيفت والاثنين كده حولناها لكومبلكس. اوكي، فيها باي، خليها رادين أفضل، يعني نضغط على الشيفت والمودول 4. أنت عارف الكلام ده، رياضة 2. طيب، نيجي بقى هنا مربعين. أولا دي نظرية دي موفر، المفروض هيعوض أو يضرب الساعة في 72، تمام، ويطلعها. أنا حللها مقالي أهو، عشان في واحد بيقول لك هو ده تعليم. آلة حاسبة تعليم، احنا من زمن ساعتين في الامتحان، فالزمن ما بيكفيش، فهنا الآلة إنقاذ. فهنيجي هنا على المربعين وهنكتب المسألة بالظبط زي ما هي. يعني إيه؟ يعني هنكتب 1 وبعدين زائد كوزين مربعين، عندي باي على 12، ادي باي على 12، وبعدين هسحب السهم واكتب فين؟ دي موفرة، نضرب في 72، ادي 7 2 ونقفل القوس عليها، وبعدين زائد اي، وبعدين نعمل الساين نفس الكلام مربعين، ادي باي على 12، ادي باي على 12، وهضربها في 72، ادي 7 2، هقفل عليها القوس وانزل تحت في المقام. بس نعمل فيه بس ب هنا فيه، وبعدين ننزل تحت في المقام على المربعين التانيين، نعمل نفس الكلام برضو. 1 زائد كام؟ برضو كوزين مربعين، وادي باي على 12، ادي باي على 12 في 72، 7 2، كأنه بطبق دي مصر بالظبط. في برضو بننساها في 7 2، نكفي القوس وبعدين ناقص اي ساين مربعين، برضو ادي باي على اهدى عشان انا مش عملت باي. ادي باي السرعه 20، ادي باي على 12، وبعدين في 72 في 7 2، ونكفي القوس بس ونقول له يساوي، مش اكتر. طلعت كام يا كابتن؟ طلعت 1. الاجابه اهي، طلعت 1 اهي. طيب لو انا هحلها مقالي، لا ده بقى معلش هتاخد منك وقت شويه. ازاي؟ عندك بقى العين هتفرضها انها بجتا بقى على 12 زائد ت، وبعدين العين الثانيه، العين العدد المركب الثاني هيبقى 1 على العين تحت في المقام، وتعوض، وبعدين تظبطها تطلع عين اس 12، وبعدين تخلصها في مواويل كبيره، وفي الاخر تطلع 1. طب ما انا طلعت لك 1 بلا حسب. اشوفك في دي مساله في النموذج الاسترشادي رقم 1 على الاعداد المركبه. طيب، اول شيء المساله فيها ت، يعني فيها اي، فهنضغط على الشيفت والاثنين كده حولناها لكومبلكس. اوكي، فيها باي، خليها رادين افضل، يعني نضغط على الشيفت والمودول 4. انت عارف الكلام ده، رياضه 2. طيب، نيجي بقى هنا مربعين. اولا دي نظريه دي موفر، المفروض هيعوض او يضرب الساعه في 72، تمام، ويطلعها. انا حللها مقالي اهو، عشان في واحد بيقول لك هو ده تعليم. آلة حاسبة تعليم، احنا من زمن ساعتين في الامتحان، فالزمن ما بيكفيش، فهنا الآلة إنقاذ. فهنيجي هنا على المربعين وهنكتب المسألة بالظبط زي ما هي. يعني إيه؟ يعني هنكتب 1 وبعدين زائد كوزين مربعين، عندي باي على 12، ادي باي على 12، وبعدين هسحب السهم واكتب فين؟ دي موفرة، نضرب في 72، ادي 7 2 ونقفل القوس عليها، وبعدين زائد اي، وبعدين نعمل الساين نفس الكلام مربعين، ادي باي على 12، ادي باي على 12، وهضربها في 72، ادي 7 2، هقفل عليها القوس وانزل تحت في المقام. بس نعمل فيه بس ب هنا فيه، وبعدين ننزل تحت في المقام على المربعين التانيين، نعمل نفس الكلام برضو. 1 زائد كام؟ برضو كوزين مربعين، وادي باي على 12، ادي باي على 12 في 72، 7 2، كأنه بطبق دي مصر بالظبط. في برضو بننساها في 7 2، نكفي القوس وبعدين ناقص اي ساين مربعين، برضو ادي باي على اهدى عشان انا مش عملت باي. ادي باي السرعه 20، ادي باي على 12، وبعدين في 72 في 7 2، ونكفي القوس بس ونقول له يساوي، مش اكتر. طلعت كام يا كابتن؟ طلعت 1. الاجابه اهي، طلعت 1 اهي. طيب لو انا هحلها مقالي، لا ده بقى معلش هتاخد منك وقت شويه. ازاي؟ عندك بقى العين هتفرضها انها بجتا
ب على 12 زائد ت، وبعدين العين التانية، العين العدد المركب التاني هيبقى 1 على العين تحت في المقام، وتعوض، وبعدين تظبطها تطلع عين اس 12، وبعدين تخلصها وفي مواويل كبيره، وفي الاخر هتطلع واحد. طب ما انا طلعت لك واحد بلا حسب. اشوفك في